السلام عليكم ورحمة الله. في خبر جديد واللي كيخص سلاح المروحيات الهجومية المغربية من نوع أباتشي، مشى واحد الوفد من سلاح الجو المغربي في زيارة رسمية لبريطانيا. وفي هذه الزيارة في الوفد المغربي واللي كانوا فيه طيارين مغاربة، فهما زاروا أحد أسراب القتال الجوي البريطاني واللي كيخدم مروحيات أباتشي الهجومية. هاد الزيارة فهي غادي تسمح للطيارين المغاربة باش يتبادلوا الخبرات والتجارب مع الجانب البريطاني استعدادا لاستقبال المروحيات المغربية من نوع أباتشي. وعلى حسب آخر الأخبار فعدة مروحيات مغربية من نوع أباتشي فهي سالات من التصنيع ولات واجدة للتسليم، وبالتالي بقى لهم غير مرحلة طيران تجريبي باش يبداو يتسلموا للمغرب. أما بخصوص التمويه فغالبا المروحيات المغربية غادي تكون بالتمويه الصحراوي، يعني في حالها في حال الطائرات الحربية المغربية من نوع F-16. وللأسف هذه القضية ما غاديش تعجبكم واللي عندها علاقة بمروحيات أباتشي المغربية، وعلى غير المتوقع فما غاديش تكون حاضرة مروحيات أباتشي مغربية في معرض مراكش الدولي للطيران، حيث المروحيات مازال ما تسلموش للمغرب، ونقدروا نقولوا أنه باقي لهم شي شهر ونص تقريبا على التسليم. وهذا الوقت اللي باقي فكيف قلت فهو على قبل التجارب اللي غادي تدوز منها المروحيات. أما المعرض فغادي تكون حاضرة فيه مروحيات أباتشي أمريكية. الخلاصة أن المروحيات فرهم تعطلوا شوية في التصنيع حيث خطوط الإنتاج عامرة، وتحديدا بالطلبيات اللي حطوها الدول اللي كانوا سابقين المغرب، زائد كيف كنقولوا فما بقى قد ما فات باش المغرب يبدا يتسلم أخطر وأقوى مروحية هجومية كاينة في العالم. حتى لنا غادي يكون الخبر سالا، نتلاقوا في أخبار جديدة، مع السلامة.